الناس كلها متوقعة النهاردة إن أنا هتكلم على تحليل ماتشات كأس العالم، وإن إزاي اللعيب ده عمل كذا واللعيب ده كويس واللعيب ده وحش. لا لا، أنا بس عايز أتكلم في الفيديو ده عن حاجة مهمة جدا: فرق العقلية بين اللاعب المصري واللاعب بره في أمريكا الجنوبية أو في أوروبا. في فرق كبير جدا في العقلية. اللعيبة عندنا في ماتش ريال مدريد والماتش بتاع فلامينجو ثقة صفر. ما تقوليش بقى حسين الشحات عمل ماتش كويس، ولا محمد الشناوي عمل مش عارف ايه، ولا احمد عبد القادر رقص وعدى وبتاع. اللعيبة ثقتها في نفسها صفر. ده اول حاجة في العقلية، مفيش خالص. يعني انا عندي حارس المرمى بتاعي اللي هو محمد الشناوي، لعب كاس عالم، لعب تشامبيونز ليج، لعب كاس عالم للأندية، لعب مع منتخب مصر في بطولة افريقيا. يعني لعب جميع البطولات الممكنة كلاعب كورة داخل افريقيا انه يلعبها. رغم كده شاط عليه في ريال مدريد مثلا 4 كور يقع من ايده. كوره فينيسيوس مثلا زعلان انه ضيع الكوره او مش عارف ايه، وهو تحته الكوره زي ما يكون صاحيه، مش قادر يمسكها، ده ارتباك. لما لعيب بالحجم ده ويغلط الغلطات دي في ماتش زي ريال مدريد، المفروض انت بتحاول تدي الثقة لزمايلك. انت كده بتسحب الثقة منهم خالص. يعني لما انا الاقي المفروض الكابتن بتاعي كده، يبقى انا خلاص، انا ثقتي في نفسي هتتهز خلاص. ده الكبير بتاعنا بيبقى فيه كده، يبقى انا المفروض ابقى عامل ازاي؟ دي اول نقطة. تاني نقطة: اللعيبة مش مركزة خالص. انا قلت في الفيديو اللي قبل كده في كذا حاجة فرق بيننا وبين الناس اللي بره دي. ان الناس دي بتقدر تطلع بالكوره كويس، وفي نفس الوقت بتضغط عليك لما الكوره تبقى معاك، ما بيطلعكش بالكوره. كنتيجه لكده ان انت بتغلط، فبالتالي هو بيستغل غلطك، مش هيرحمك. انا قلت كده بنفس مش هيرحمك. ده اللي حصل في ماتش ريال مدريد، واللي حصل النهارده في ماتش فلامينجو. ديانج عمل باصين غلط، واحد دخل جون في ريال مدريد، واحد دخل جون النهارده في فلامينجو. كويس. سيب من كده خالص. يعني سيب، يعني في نقطة محدش خد باله منها خالص. يعني كورة محمد شناوي اللي هو أخطأ فيها، طلع ماسك الكورة معرفش المفروض يطلع الكورة ببوكس وبتاع وكده. محمد عبد المنعم عمل كارثة. يعني الكورة أصلا في الأول كانت مع محمد عبد المنعم. ركز كده في الكورة، يعني عيد الجول كده كده هتلاقي محمد عبد المنعم بيسلم الكورة للباك اليمين لفلامينجو، بيقول له ارفع. الكورة كانت مع الأهلي، الكورة كانت عادية جدا، كان ممكن يطلعها أوت، مفيش حد ضغط عليه أساسا. قام واخد الكورة ولعب الكورة فين؟ للعيب. يعني ده بصاها، مش شاطها وطلعها، لا لا، ده بصاها للعيب اللي هو رفع الاوفر اللي جه منه الجول. فده بيقول ان اللعيبه عندها مشكله ان هي تطلع بالكوره، مش قادره تطلع بالكوره. ودي فيها جزء كبير جدا بدني. الجزء البدني ان اللعيبه بتوصل للدقيقه 70 في ماتش ريال مدريد، والنهارده في الدقيقه 70 وقعت بدنيا خالص نهائي. يعني مفيش كوره التحام او كده او كده اللعيبه بتاعتنا تقدر بعد دقيقه 70 خلاص وقعت. يعني حتى النتيجه 4 او النتيجه 3 او النتيجه حتى تعادل، مفيش. يعني اللعيبه وقعت خالص. وده اللي أنا بستغرب ان المدرب ما قدرش يعمل تغيير في الوقت ده. انت عندك واحد زي حمدي فتحي كان خلاص، والنتيجه 2-1 كان يتغير على طول. 2-1 كان يتغير. يعني كان، انا شايف ان هو تغيير اهم من تغيير محمد هاني عشان الراجل اتطرد. يعني انا الاهم كان حمدي فتحي يطلع، لان نص الملعب كان متاخد منك بطريقه فظيعه. معرفش هو المدرب ما خدش باله من دي ازاي. فبالتالي الناس ضغطتك جامد وجابت واحد واتنين، وكانت يعني خلاص. يعني كانت اتنين واحد بقت 4-2. كويس. دي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه التانيه في عقليه اللاعب: لما الاقي واحد زي فيدال مثلا، معروف ان هو مشاكس او هو مثلا عصبي او هو مش عارف ايه، هو بيخرجك بره الجيم مش اكتر. يعني كل اللعيبه اللي احتك بيها خرجها بره الجيم. خرج محمد عبد المنعم بره الجيم، خرج حمدي فتحي بره الجيم، خرج احمد عبد القادر بره الجيم. اي حد هو بيحتك بيه، هو مش بيحتك بيه عشان تتخانق معاه، هو بيخرجك بره الجيم بس. فبالتالي المفروض انت كلاعب دولي تكون مقتنع او عارف ان الراجل ده بيعمل كده عشان يخرجك بره الجيم، وخصوصا انت فايز 2-1. يعني انت بتقدم 2-1 اصلا والراجل بيستفزك. فطبيعي ان انت تبقى عارف ان انا اللي بيحصل ده بيحصل لسبب ان انا اطلع بره الجيم. بس للاسف ده ما كانش موجود. الاستلام تحت ضغط ده، دي مدرسة. يعني مدرسة في كرة القدم، مدرسة ان انت تبقى عندك لاعب يطلع بالكورة كويس وتحت ضغط. للاسف التلاتة اللي موجودين في نص ملعب الاهلي ومصر كلها، مفيش حد بيقدر يطلع بالكورة تحت ضغط. الكرة المدافع في نص الملعب بيبقى في ظهري، خلاص انا كده ما بقدرش العب الكرة للمدافع. ممكن العبها غلط، ممكن العبها صح، او نصيبي. انما واحد يطلع بالكرة او فرقة تطلع بالكرة من تحت لفوق وهم مضغوطين عليهم، لا ده مش موجود. وده اللي حصل في ماتشين بالكربون. يعني بالكربون الفرقة التانية تضغط عليك وانت مش عارف تطلع بالكرة، تغلط يعاقبك على طول. وده
يعني هدفين خرجت بره البطوله خلاص. تالت حاجه هتكلم فيها المهاجم. احنا ما عندناش مهاجم، مصر كلها ما فيهاش مهاجمين. بس اللي موجودين انا حاسس كده يعني جوايا كده ان اللي موجودين في الاهلي والزمالك دول اسوأ مهاجمين موجودين في الدوري المصري. اسوأ مهاجمين موجودين في الدوري المصري. لاعب منفرد من نص الملعب، فريقه فايز 2-1 وبكل قوه يشوطها في صدر الجو. انت ليه؟ ليه يعني؟ هي ليه؟ ده انت لو لب من فوقه ماشي. ما اتعلمش من فينيسيوس وهو بيحطها في محمد الشناوي بالراحه، من فوقه داخل الجول خلاص. إيه ليه التنشنه والقوه وبتاع عشان اشوط كرة ادخلها جول؟ لا، ده الحارس اتقدم، ده الحارس تقريبا على ال 18. الحارس على ال 18 يعني اي كرة من فوق لو بص يمينه هتلاقي طاهر محمد طاهر لوحده. يعني انت ما عندكش ثقه. وبعدين خد الكوره لقيت ما اعرفش هو عدلها على الشمال ليه. يعني عدلها على الشمال قفل على نفسه الزاويه وقفل، وخلى المهاجم المدافع بتاع فلامينجو يضغط عليه، والحارس يقفل مش عارف ايه، وفي الاخر شاطها على الارض برضه في ستر الجون. دي حاجه غريبه جدا. يعني سواء محمد شريف او بيرسي تاو، لا يعني الاثنين مفيش خالص. يعني انا كان رايي حد منهم يطلع وينزل ديانج او ينزل اي حد في نص الملعب افيد، ما كناش هنحس باي تغيير خالص يعني. اما بالنسبه لكولر، انا عندي كذا. يعني هو عمل شكل كويس وكان في شجاعه منه ان هو يلعب النهارده باتنين برضو نص ويبدا يهاجم. اه أنا مش هخاف، انا هلاعب ريال مدريد مش هخاف، هلاعب، دي حاجه كويسه. بس انت دي مخاطره ولازم تكون محسوبه. هل المخاطره النهارده كانت محسوبه؟ معرفش. هو كان لغايه الدقيقه 60 70 كان ماشي كويس جدا، بس كان في تغييرات لازم تتم، لان اللعيبه اللي عندك بدنيا وقعت خلاص يعني، استهلكوا اساسا. سواء الماتش اللي قبله، لان انا عارف ان ماتش ريال مدريد تقيل عليهم، وبرضه الناس اللي لعبت ماتش ريال مدريد ونزلت الماتش ده برضه بدنيا واقعه، فالبدنيا ذهنيا بيأثر. يعني ذهنيا اللاعب بيتأثر، مفيش كلام يعني. فتغييراته متأخرة جدا جدا جدا، لدرجة انه نزل حسين الشحات مثلا في الدقيقة 98، في الدقيقة 88 يعني. معرفش انت الدقيقة 88 وانت مغلوب هينزل يعمل ايه؟ يعني هينزل يعمل ايه؟ انا عارف ان الحكم حسب 13 دقيقة وبتاع، بس انا رأيي انت خلاص، انت مغلوب. انت المفروض وهو ضربة الجزاء بتتحسب او اللعيب بتاعي بيسخن على الخط عشان هينزل، ما خلاص انا هبقى مغلوب ثلاثة مغلوب أربعة. انما انزله في الدقيقة 88، أنا مش فاهمها دي، هينزل يعمل ايه؟ معرفش. دي اول نقطة. تاني نقطة، التشكيل بتاعه مش ثابت خالص. يعني الثلاثة بتوع نص الملعب، مرة الاقي ديانج مع حمدي فتحي معاهم قفشة، مرة يطلع قفشة وينزل عمرو السولية، مرة يطلع عمرو السولية وقفشة وينزل سافيو مش عارف. تشكيل مش ثابت خالص. اللي انا واثق فيه ان هو بيدي المهاجمين عشان يقول للإدارة